عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب كل الناس دايما بخير يا رب. النهارده فيديو جديد من فيديوهاتنا من شغل مكتبنا. شقة 120 متر متشطبة وجاهزة للسكن، دي أول ساكن ليك نسبة في الأرض. الشقة في عمارة اتحاد ملاك متفرعة من شارع الحجاز. عرضت الشقة أول مرة ما جبناش سيرة التقسيط خالص، فكل الناس اللي جاية بعد ما بيتفرج المشتري يقول لك اعرض على صاحب الشقة ياخد النص ونقسط الباقي على سنة، وفي واحد تاني يقول لك اقسط الباقي على 6 شهور، وفي واحد تالت يقول لك ياخد عربون دلوقتي ويستناني 3 شهور على ما فك وديعة من البنك. كل الكلام ده صاحب الشقة مش عايزه. صاحب الشقة عارض شقته كاش فقط. الشقة دي 120 متر، الدور الثالث، تاني بلكونة، عمارة اتحاد ملاك، ليها نسبة في الأرض أمامية، فيها 3 غرف متشطبة وجاهزة للسكن. أول ساكن. سعر الشقة دي 920 ألف جنيه كاش. صاحب الشقة تفضل مشكورا وشال من المبلغ 30 ألف جنيه، لأن الشقة دي محتاجة حاجة واحدة بس لسه، اللي هي النقاشة، سكينة معجون وتاخد الوش الأخير. علشان كده شال 30 ألف جنيه علشان اللي يشتري يبقى صاحب الشقة ساهم في الدهانات. يلا بينا نطلع الموقع نفسه ونصور الشوارع المحيطة بالشقة والموقع علشان نعرف كل التفاصيل. بسجل الفيديو ده بتاريخ النهاردة 12 فبراير 2024. 12 فبراير 2024 يوم الاثنين. احنا دلوقتي واقفين في الموقع نفسه وسط البلد، شارع الحجاز. المنطقة هنا كاملة الخدمات. قدامنا هنا مدرسة محمد بغدادي للتعليم الأساسي، مدرسة حكومة. جنبها على طول مدرسة حكومة، مدرسة الغردقة الإعدادية. وفي وشنا هنا المدرسة اليابانية اللي وراها على طول الشقة اللي احنا رايحين نصورها النهارده. وجنب المدرسة اليابانية مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، وجنب مديرية التربية والتعليم إدارة الغردقة التعليمية. وده شارع الحجاز وسط البلد. وجنبك هنا سوق الجملة وسوق الخضار والفاكهة. على بعد خطوات موقف السرفيز العمومي اللي موجود في الغردقة. تقدر تركب أي مواصلة من الموقف لأي مكان في الغردقة. هنا المواصلات 24 ساعة. عماير اتحاد ملاك في وسط البلد، شارع الحجاز. أي حد بيفكر يشتري شقة سكنية يهمه أهم شيء موقع المكان والخدمات، وعاوز يسكن. فأنت ما تودهوش في منطقة معزولة وتقول له أنت ما بتشتريش ليه. أنا النهاردة بعرض عليك شقة في وسط البلد، شارع الحجاز. كل الخدمات اللي حضرتك تتخيلها موجودة حواليك. منطقة آمنة جدا، عائلات، منطقة محترمة، مش هتحتاج أي حاجة من بره. سوبر ماركت، صيدلية، صيدليات، مواصلات. جنبك هنا نادي الطلائع، جنبك مديرية التربية والتعليم، جنبك مدارس حكومية، مدارس تجريبي، الشهر العقاري جنبك في حفر الباطن، المنطقة اللي جنبك على طول على بعد خطوات. سوبر ماركت 24 ساعة، مواصلات 24 ساعة. انت هنا بتتكلم في وسط البلد، شارع الحجاز. جنبك هنا السجل المدني، الجوازات. اللي على يميننا دي مديرية التربية والتعليم، وجنبها على بعد خطوات نادي الطلائع كليوباترا وإدارة الغردقة التعليمية، وجنبهم على طول المدرسة اليابانية. دي المديرية ودي المدرسة اليابانية. آخر السور ندخل شمال هنلاقي الشقة بتاعتنا. الشقة اللي رايحين نصورها النهارده 120 متر، الدور الثالث، تاني بلكونة،
عمارة اتحاد ملاك. هنا موقع الشقة. يلا بينا نطلع الشقة نكمل تصوير. الشقة دي يا جماعة 3 غرف، المساحة 120 متر، ال3 غرف أمامية. والشقة بسم الله ما شاء الله، الدور الثالث، تاني بلكونة صحية داخلها شمس وهواء زي ما حضراتكم شايفين. الشقة متشطبة وجاهزة للسكن. الشقة دي أول ساكن، سكنتش قبل كده. هي ناقصة حاجة واحدة بس، سكينة معجون والنقاشة. أنا مقرب الكاميرا فالمساحة أكبر من اللي حضرتك شايفه بكتير. هنقرب الكاميرا عشان درجة التشطيب والتشطيب يبان لحضراتكم. تصوير. تاني علشان طبعا في ناس كتير بتهتم بالمطبخ جدا، صور المطبخ كويس. ده المطبخ والتشطيب. الشقة دي أول ساكن، محدش سكن الشقة دي خالص قبل كده. كل حاجة جديدة. 3 غرف أمامية على الشارع. ده الحمام. انت مش هتجيب غير النقاش بس، هي عايزة سكينة معجون وتديها اللون اللي حضرتك تختاره. ادي غرفة، ادي الغرفة الثانية. ودي الغرفة الثالثة. ودي الصالة. الصالة بسم الله ما شاء الله مساحتها كبيرة، وحتة واحدة يعني تفرش فيها براحتك. وهنا فاتحة التهوية طبعا علشان الصالة ما تبقاش مكتوبة. شقة شايفها شقة بحرية، الشقة دي بحرية. الدور الثالث، تاني بلكونة.